السلام عليكم. مرحبا بكم معنا اليوم في المؤسسة الفرنسية البعثة الفرنسية. اليوم الله يخليكم جينا حنايا محتجين. هذه كانت واحد الوقفة احتجاجية من طرف الآباء ومن طرف جمعية آباء تلاميذ المؤسسة بالبعثة الفرنسية. دونك هذا الاحتجاج هذا السبب ديالو واضح، هو ارتفاع في التكاليف ديال المصاريف المدرسيه. هاد الارتفاعات ولينا تنشاهدوها بواحد الطريقه سنويه، يعني في كل سنه تتزاد واحد 2.5 4% حتى ل 5.5 سنويا. بالاضافه الى ذلك هذا العام كانت واحد الخصوصيه جديده اللي هي زادت واحد التسعيره جديده كما تنقولوا. يعني في البدايه الاباء تيخلصوا واحد لي دغوا دونطري، يعني مصاريف الانخراط الاولى. دابا ولات واحد المصاريف زائده اللي تتخلص بطريقه سنويه واللي تيوصل القيمه ديالها تقريبا واحد 7000 درهم سنويا. يعني هذه ما كانتش، بالاضافه الى ارتفاع في المصاريف ديال التمدرس ب 4% سنويا لمده 4 سنوات متتاليه. فهاد الارتفاعات هذه جات بواحد الطريقه احاديه الجانب، بدون تشاور مع الاباء وبدون تشاور مع جمعيات اباء التلاميذ. فاللي يمكن لي نقول لك بان الاباء يعني راه اتقال الكاهل ديالهم ما غادي يزيد الا بتفاقم الامور. وهناك اباء اللي تيفكروا حاليا باش يحولوا اولادهم من البعثه الفرنسيه للمؤسسات اخرى. البعثه الفرنسيه فهي كاين الناس اللي ما يمكن لهمش يحولوا اولادهم لان اصلا هما عاشوا في الديار الفرنسيه وعارفين هذا المنهج هذا وهذه الطريقه ديال التعليم اللي ما يمكنش اولادهم يواكبوا في مؤسسات اخرى. يعني كاين اللي تيفكر يرجع للديار الفرنسيه اللي تما ممكن باش يشوف باش ما يأديش مصاريف عوض باش يخلص هنايا واحد الاثمنه اللي باهظه. وتنتمناو يكون شي حل هاد القرارات اللي تم اتخاذها. وشكرا جزيلا. لما كتوجهوا دابا نتوما الكلام؟ دابا الكلام موجه ماشي لمدير المؤسسه، ماشي القرار يؤخذ في الديار الفرنسيه. فهناك وكاله هي التي تدير جميع البعثات في المغرب. دونك القرار يؤخذ في الوكاله، يعني مديره الوكاله هما اللي سياخذوا القرار. واصلا هذا الارتفاع اللي جا دابا فهو نظرا لواحد النقص اللي عندهم في الميزانيه لتاديه واحد تنسميهم لي باغ باترونال ديال لي روتريتي ديالهم، يعني المتقاعدين ديالهم. كاين واحد الضرائب، يعني بحال اللي تنقولوا حنا الاباء غادي يوليو يتحملوا عبء هذيك الضريبه هذيك، وهذا ماشي معقول سيرتو في المغرب. واصلا دابا حتى هذه الوقفه التصعيديه وقفه احتجاجيه هذا غير بدايه، يعني تقام في جميع البعثات في الجهه ديال القنيطره الرباط. انت نشوف في الرباط كاين واحد نقول لك واحد 6 ولا 7 ديال المؤسسات والبعثات الفرنسيه في نفس التوقيت في نفس الزمان بنفس المده يقام هناك نفس الوقفه الاحتجاجيه. وشكرا. Nous sommes là pour présenter notre mécontentement par rapport aux augmentations abusives sur cette année et les 3 années à venir. 4%, 7% les 2 années suivantes. Et voilà, c'est pas normal qu'on paye les pots cassés pour les futurs retraités, etc. On est là pour l'éducation de nos enfants et on aimerait que l'augmentation abusive, ça s'arrête net et clair. Voilà, merci. Normalement, combien vous payez c'est à peu près 5 000 dirhams par mois, plus l'inscription à l'année, 25 000 dirhams. Cette augmentation, ça... Et l'augmentation, ils nous demandent 4 000 dirhams pour l'année prochaine, soit 4%, et la deuxième et la troisième année, 7%, par rapport à ce qu'on paye déjà aujourd'hui. Donc c'est pas normal, c'est pas justifié. On ne sait pas pourquoi on paye. Nous, c'est la première fois qu'on est inscrit ici, donc voilà, pour moi, c'est la première fois pour notre enfant. Voilà.
Merci. Ici pour protester contre l'augmentation des frais de scolarité de nos enfants, car à partir de l'année prochaine, les frais vont augmenter de 4% annuellement, plus des frais d'inscription annuels qui n'étaient pas compris de 400 dirhams pour l'année prochaine, de 400 euros l'année, plus 700 euros l'année d'après. Donc les augmentations vont être pérennes et cela met en difficulté la scolarité de nos enfants. Merci. La manifestación de hoy es porque en el colegio Balzac francés la infraestructura y la educación no es buena y ellos aparte ahora quieren subir el precio. Primero deberían de pensar la diferencia de la renta per cápita de un marroquí a un francés y mirar el precio si es coherente o no. Y yo creo que la media de la educación de los niños no es tan buena. Entonces se deberían de pensar eso, antes de subir los precios, consultar a los padres. Gracias. أنا لبنى رئيسة جمعية مؤسسة بلزاك لابيك دونك لا بريزيدونت دو لابيك رئيسة جمعية آباء وأولياء أولياء التلاميذ مدينة القنيطرة مؤسسة بلزاك دونك اليوم جينا باش نحتجوا على هاد الزيادة اللي غيديروا لينا ديال المصاريف ديال المدرسة. حنا لو بول القطب ديال الرباط والقنيطرة كلنا تجمعنا دونك ماشي غير بلزاك حتى في الرباط كاع المدارس ديال مؤسسة الرباط دونك الزيادة اللي باغيين يزيدوا علينا العام الجاي تيقول لك حنا خصنا نخلصوا المعاشات ديال الاساتذه الفرنسيين اللي كيقريو هنايا دونك الاباء واولياء التلاميذ المغاربه اللي غادي يدفعوهم وحنا كنحتجوا عليه حيت ماشي معقول دونك باغيين يزيدوا علينا كل عام نخلصوا واحد 4000 درهم السنه الاولى كل سنه 4000 درهم زائد المصاريف ديال المدرسه والاعوام بمده 4 سنين 3 سنين والاعوام اللي موراها 7000 درهم فيما ندخلوا نقيدوا ولادنا نخلصوا 7000 درهم عاد نخلصوا لي فخي سكولاريتي و دونك حنا ما موافقينش على هذا الشيء وهذا الشيء علاش تجمعنا باش نبينوا باننا رافضين زعما كليا هذا الشيء اللي طالبين منا والسلام. في حالة التعنت شنو غنديروا دي زاكسيون واحد اخرين حنا ما غنتوقفوش هنايا مازال تلاقينا ديجا مع سيادة السفير ديال فرنسا هضرنا معاه ودار معنا باش يعاود حل لينا الديالوج هضرنا معاه وغنرجعوا عندهم هنا 3 الاسابيع باش يقول لنا فين وصلوا والخميس هذا عندنا مع المدير ديال البول ديال القنيطره والرباط حتى هو غيعطينا جواب غيقول لنا شنو درنا واحتجينا على كاع الاجتماعات اللي دايرين في الرباط كلهم ما دخلناش ليهم ديال مع الاساتذه مع المدير دونك دايرين واحد الوقفه فريمون تنتمنى غير لي بارون يكونوا معنا سوليدير باش كاين تجاوب من الاباء مع هذا المشكل كاين تجاوب كبير درنا واحد اجتماع نهار الجمعه جاوا الاباء وعندنا واحد الجروب ديال الواتساب فيه كاع الاباء ديال عندنا 400 اب وام في الجروب ديالنا جاوبونا على السونداج نص تقريبا 200 تقريبا 100 قول هذوك ال 200 راه كل واحد عنده 2 3 ديال الدراري دونك كان تجاوب كبير حتى هما ما بقاوش قادين يخلصوا هادشي.